صباح الفل وصباح الهنا وصباح الياسمين، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح كل حاجة حلوة على عيون أحلى إخوات وأحلى أهل وأحلى متابعين في الدنيا كلها. طبعا طول إيه هي كده التلاجة كده كلها أكياس كلها مكركبة. والله دي بعد ما تروقي كمان. أول كده نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه أفضل الصلاة والسلام. ندعي. معلش بس أنا مش عارفة انساها ومش عارفة اني اعمل اي حاجة تانية. يعني هو كده. ده لستي لاني كنت بحبها جدا. قلت ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويجعل مثواها الجنة يا اللهم امين يا رب العالمين. يا رب كل حاجة حلوة لها بإذن الله في الجنة الخلد بإذن الله يا أمي. ندعي إخواننا المسلمين في كل مكان ربنا ينصرهم يا رب ويا رب يكبر بخاطرهم ويهد أعدائهم. ماشي تعال نشوف هنعمل ايه. طبعا كان روتيننا في التلاجة النهاردة فعملت ايه. التلاجة كانت بتاعتي كانت خرابة مخزن يعني. بس نشوف هنعمل ايه الأول. ده طبعا احنا عارفين بنغسل السمك ازاي الرز ازاي والسمك ازاي. فالحتة اللي انا كنت عايزة اوصلها لكم اللي اكتشفتها فعلا ان مية الرز بتحش زفرة جدا من مكان السمك. لو غسلت الحوض بعده بمية الرز في اول مشوية كده بتحش الزفارة. فانا حبيت اني اعرفها لكم برضو. عارفة ان في ناس كتير ما شاء الله عليهم عارفين. بس بقول برضو معلومة كمان كان اذا ما استفدت بيها افيد ايه غيري. حطيت مية السمك على مية الرز على السمك انه فعلا بقلل الزفرة شوية. انا كنت غسلاه اصلا قبلها غسلاه بدقيق. وكنت يعني مظبطاه يعني هو غسله الخياشيم بتاعته كده. فقلت هحط عليه ميه السمك واسيبه شويه فيها. سبته يجي 5 دقايق كده وصفيته وعملت قلت اما انزل اشويه. حطيت عليه الرده اهو. كنت قدحت الفرن كنت مولعه الفرن في الوقت ده. وريتهولكم اهوت. معلش كنت بصور بايد طبعا بايد ما كانش حد مع العيال معايا. كنتش عارفه اصور قوي. المهم عشان امسح الفرن بتاعنا فدي المقشه دي اصلا معموله لي عشان الفرن بدل ما نحط ميه اوقات بنحط ميه. بعمل بقى كيسه صغيره كده اللي هي الشنط الصغيره دي بتاعه السوبر ماركت. احطها ابلها بميه واقوم ايه مسحه. بس هي كده كده كانت ايه نضيفه يعني. قلت اما كنس على طول واحط ايه السمك بتاعه. السمك ده كان حلو بس كان عايز بس ايه ان انا انضف بطنه. بس هو ما شاء الله كان حلو يعني. آه، كانت واحدة بورية عشان عمر ما بيحبش اللي هو المشط. احنا بنقول على المشط في ناس تقول عليه شبار في ناس في اسم تاني اسمه ايه. آه، بولتي صح. هو انا مش عارفة انا بقول ايه معلش. في هو ليه اسامي كتير بس احنا بنقول عليه مشط. المهم شويته. طبعا انت بتظبطي الفرن. انا ما علتوش قوي ولا وطيت قوي. لو علته قوي مش هيتحرق مش هيستوي ويبقى زي يبقى فيه دم كده. وطيته هيجلد ويبقى قشرته بحس ان مجلده كده ولزق في الارضيه. المهم ناره كويسه عشان ايه ان هو يستوي بقى كويس. طبعا كلنا عارفين الدقه بتاعه السمك. ملح كمون كزبره فلفل. حراق حطي حراق براحتك. حطي فلفل عادي. توم اساسي طبعا. خل ليمون والدق ده كله ايه ونحدق بيه السمك. طبعا فيها ليمون وحطيت ليمون برضه. انا بحب الليمون كتير على السمك بيديله طعم جميل جدا. طبعا انا ما عملت السلطه ما كانش عندي طماطم ساعتها صراحه. الطماطم هي اللي بتأثر. وبألف هنا وشفا. ده بقى بعد ده التلاجة بتاعتنا المخزن بتاعنا ما كانش فيها ولا رف سليم. بقالي كم يعني بقالي يجي شهر ونص ما عملتهاش. حتى بوسينة ما عملتهاش برضو. كل ما نعملها يعني تقول نفسي مسدودة. انا نفسي مسدودة منها عشان هي كانت كده حاسة انها مخزن. كنت عايزة اقول كلمة تانية يعني. فيها فلاحين كتير بيعملوا خزانات كده بقول عليها خزينة صراحة يعني. المهم ربنا كرمني وجبت لها ايه رفين كده.
والدرج. ماما خدتها ظبطتها خالص، فضيتها كلها، فضيت اي حاجه فيها وغسلتها كويس قوي ونشفتها بالقماشه، وجبت فوطه برضو ونشفتها كويس قوي. وجبت لها رفين 2. هما صحيح مش الرف، او خيرني قال لي عايزه رف بتاع حباغه ولا رف اللي هو الاستانلس ده. قلت له الاستانلس ده بقشر، مش اللي هو اللي هيبان دلوقتي. قال لي لا ما عادش زي الاول. بقول لكم الحته دي مش وسخه، دي اصلا مش عارفه هي مكان كانت الدرج كده. المهم قال لي الرف ده اجيبه، ده هنا وده موجود وده موجود، بس اتاكدي انه هيقعد فترته برضه وهينكسر تاني. قلت له طب ما ده هيقشر. قال لي لا ده مطلي، هو قال لي اسمه كده اطلق مش عارفه ايه كده، نضيف يعني، مش بيقشر. قلت له ماشي. برضو الدرج نفس الكلام، قال لي في دراج من اللي هي الباغه والدراج من اللي هي دي اللي هي الباغه اللي زي فيه الاول، وهينكسر بيقعد برضو فتره وهينكسر صدقيني، انما ده بلاستيك ان شاء الله يبقى كويس ويعيش معاكي. قلت له تمام. المهم جبت طبق الدرج ده. الدرج ده كان ب100 جنيه. غلطتي ما جبتش بقى البتاع اللي فوق، الرف اللي فوقه نسيته خالص والله. يعني كنت بدل ما اجيب رف من اللي انا جبتهم الاتنين اجيب رف فوقه ورف التاني يعني. المهم حاولت ان احط بالرف القديم ده فوقه، ما نفعش. حطيته في الوسط، يعني ضيقت ما بينه وبين الرف اللي فوقيه عشان ما يتحطش عليه حاجه تقيله ان هو ينكسر، ووسعت ما بين الادراج التانية. فاهمين يعني ايه؟ الادراج دي مهما تحملي عليها ايه، ما بتأثرش معاها يعني. طبعا كلنا عندنا حاجات بتحط في التلاجة وكده. آه فطبيعي كل حاجة بتبقى كتير في التلاجة، وخصوصا ان مفيش فيها ارفاف كتير. بس الحمد لله كده كويس. انا اللي عايزه اجيبه كمان الرف اللي فوق الدرج ده، بس يعني شويه كمان كده باذن الله ربنا يفرجها. هو الدرج ده واخد حاجات كتير جدا، دلوقتي هشوفه. انا حطيت في كل حاجه تاني، ظبطتها ونظمتها وحطيتها فوق فيه. انا ما عنديش منظمات كتير للتلاجة. اللي عندي منظمين 2، فان شاء الله هحاول على قدر الامكان برضو ان انا ابقى اجيب منظمين كمان 2 3 كمان. تبع بقى الاشكال وتبع الحاجه اللي انا احتياجي لها. في منظمات شكلها جميل جدا، صراحه حلوه قوي، بتمسك في الرف كده حلوه. يا ريت والله الواحد يجيب منها. النظامات دي بقى الجريكن ديت جبتها وغسلتها، كانت بتاع جل وكده، نضفتها ونشفتها وحطيت في واحد مكرونه، واحد العدس، واحد مثلا الشعريه، عايز اجيب واحد للشعريه كده. والله بينفعوا حلوين جدا يعني، وبيحفظوا الحاجه وبيبعترش الحاجه احسن من اللي احسن من الاكياس انها تتبعتر على الارض وكده، فدي يبقى حلوه بغطاها. وحاولت انظمها قد ما اقدر. طبعا احنا بنضفها على طول. عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، دي احلى عيله في الدنيا، ربنا يبارك لكم. بالله عليكم ما تخطوش الاعلان، بالله عليكم اللي يدخل الفيديو يقعد بس 4 دقايق، بالله عليكم معلش يعني، عشان بيوقع الفيديو. ومع الف مليون سلامه، هي احلى عيله في الدنيا.